أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن بعض العملات اللي ما كناش نتوقع ان هي عملات غالية للدرجة دي، ألا وهي العملات التذكارية، بس فئة القروش مش فئة الجنيهات اللي هي إصدارات الهواة اللي معمولة من الفضة ومتوقع ان هي تكون غالية. لكن دي عملات معمولة من النحاس والنيكل عالي، وفي نفس الوقت غالية جدا بسبب كميات السك القليلة والندرة بتاعتها. فخلونا قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي بالفرج القريب لإخواتنا يا رب. يكون أول عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعة الفاو، تمام، وفيها إصدارات كتير بتاعة الفاو، فعايزك تركز في الصورة جدا. ولو معاك ورقة وقلم ياريت تكتب، وتكتب الأسعار بالدولار، عشان احنا عارفين طبعا كل يوم الأسعار في تغيير، والأسعار على حسب موقع الإيباي، لأن بيحصل عليه مزايدات، فأنا عشان كده بعتمد الإيباي. تمام. المهم، أول عملة معانا النهاردة العشر قروش بتاعة الفاو، إصدار سنة 1977 وانتهى إصدارها في سنة 1977. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 5.9 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 1,000,000 قطعة فقط، بسعر للأنصر اللي هي حالة البنك يعني ب500 جنيه، بواقع 10 دولار. ولو الحالة الجيدة أو الحالة الرديئة، فأنت على حسب كل حالة مثلا بتنزل من 30 ل35% على حسب كل حالة للعملة. تمام. المهم نخش على تاني عملة، العشر قروش بتاعة الثورة التصحيحية، إصدار سنة 1977 وانتهى الإصدار في سنة 1979. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك بتاعتها 2 مليون قطعة. تمام. سعر الأنصر بتاعها 350 جنيه، بواقع 7 دولار. وطبعا زي ما انا قلت لكم، دي الحالة الأنصر، بس انا بجيب اسعار الأنصر، وانت من بعد كده على حسب الحالة اللي في ايديك، الحالة اللي هي بعد حالة البنك تمام تبقى حالة جيدة، والحالة اللي هي مثلا العملة مثلا اتوسخت او فيها مثلا إصادة او فيها اي حاجة، دي بتبقى اسمها حالة رديئة. المهم نخش على العشر قروش تاني بتاعة الفاو. برضو انا قلتلكوا ركزوا في الصورة جدا، لان الفاو ليه صور كتير. اصدار سنة 1980 وانتهى اصدارها سنة 1980، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر للأنصر 500 جنيه، بواقع 10 دولار. نخش بقى على عشر قروش الثورة التصحيحية برضو، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1981. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 1,000,000 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 400 جنيه، بواقع 8 دولار. وخلي بالكوا الثورة التصحيحية ليها كذا شكل، فخلي بالكوا الأولانية كانت ب350، دي سعرها ب400 جنيه، مع إنها جاية بعدها في الزمن. نخش على ال25 قرش بتاعت مجلس الأمة. لا، دي قناة السويس، أنا آسف، دي 25 قرش قناة السويس. إصدار سنة 1956 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1956. ديت معمولة من مادة الفضة، بوزن 17.5 جرام، والقطر 35 مليمتر، والسماكة بتاعتها 2.3 مليمتر. ودي سعرها غالي يا جماعة، عشان كمية السك المعروف عنها 258 ألف قطع فقط لا غير، وكمان معمولة من الفضة. على ما أظن مش ناس كتير مع العملة دي. بسعر الأنصر 2,750 جنيه، بواقع 55 دولار. ودي سواء بقى حالة جيدة أو حالة رديئة، فأنت مش هتقل ب30% أو 35% زي عملات النحاس والنيكل. أولا لأن الفضة يعني صعب إن هي توصل برضو حالات جيدة أو حالات رديئة غالية. يعني أنت لو مش مهتم بيها خالص رميها خالص، فاهم قصدي؟ فمثلا ممكن تنزل 10% الحالة الجيدة، أو 20% بالكتير يعني، فاهم؟ والحالة الرديئة نفس النظام، لو تنزل 30% عن سعر الأنصر اللي أنا بقولهولك. والأسعار دي يا جدعان متوسطات، لأن في ناس بيبقى أسعارها غالية جدا، والناس مزايدة بأسعار أوفر، وفي ناس تانية لسه ما زايدتش على العملة خالص. فأنا جبت لك المتوسط السعر، تمام؟ يعني ده كمان متوسط السعر، أنت وشطارتك بقى تعرف توصلها. نخش بقى على ال25 قرش بتاعة مجلس الأمة.
إصدار سنة 1957 وانتهى إصدارها سنة 1957. المادة معمولة من الفضة، الخامة الفضة. الوزن 17.5 جرام، والقطر 35 مليمتر، والسمكة 2.3 مليمتر. كمية السك 246 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 2250 جنيه، بواقع 45 دولار. نخش على العملة اللي بعديها. 50 قرش بتاعت عيد الجلاء، ودي مطلوبة في سواء بقى في السوق المحلي، سواء على الايباي، سواء تعرف تخرجها وتبيعها على موقع نون او اوليكس او امازون مصر، على حسب انت هتبيع على انهي موقع. العملة دي خلي بالك ان هي مطلوبة، واطلب فيها سعر عالي لو معاك. إصدار سنة 1956 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1956. معمولة من مادة الفضة، بوزن 28 جرام، والقطر 40 مليمتر، والسمكة بتاعتها 2.75 مليمتر. كمية السك المعروفة 250,000 قطعة فقط، يعني 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 3750 جنيه، بواقع 75 دولار. واكتب السعر في الورق عندك بالدولار، عشان يوم ما تيجي تفكر تبيع تبقى عارف يعني على حسب سعر الصرف في اليوم ده، لأن احنا زي ما احنا شايفين السعر كل يوم بيتغير. تمام. سعرها للأنصر 3750 جنيه، بواقع 75 دولار. على فكرة أنا حاسب سعر الدولار على 50 جنيه زي ما هو في البنك. تمام. عشان بس محدش يقول ايه ان انا حاسب على السعر القديم ولا مثلا حاجة، فبقول لك الاسعار القديمة. 5 قروش بقى بتاعت اللي هي سوق القاهرة الدولي، تعبتني عقبال ما لقيتها ديت في الأسعار بتاعتها. إصدار سنة 1973 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1973. معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.6 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 500,000 قطعة، يعني 500 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 450 جنيه، بواقع 9 دولار. نخش بقى على العملة اللي قبل الأخيرة. 5 قروش بتاعت حرب أكتوبر، إصدار سنة 1974 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1974. معمولة من مادة النحاس والنيكل، وزن 4.55 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 300 جنيه، وواقع 6 دولار. نخش بقى على آخر عملة معانا النهاردة. 5 قروش بتاعت عام المرأة، إصدار سنة 1975 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1975. معمول من مادة النحاس والنيكل، بوزن 4.5 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه، بواقع 7 دولار. وأنا عايز أقول في آخر الفيديو يا جماعة، الأسعار هتلاقوها بالجنيه اوفر قوي. هتقول لي ليه؟ هقولك اذا الدولار بقى ب50 جنيه، ال1 دولار خلاص بقى ب50 جنيه ومقفولة وزيادة كمان. عايز اقولك يعني في قروش انا مكنتش حاسبها، انا حاسب على 50 جنيه مقفولة. تمام. فالاسعار هتلاقيها اوفر. فانا شايف ان انت طول ما انت معاك حاجز من الحاجات ديت، فانت تستنى لما الدنيا تهدى والاسعار تظبط بتاعت الدولار يعني مقابل الجنيه، عشان تعرف تكسب من العملة. طول ما هي معاك فهي عبارة عن اصل، حافظ عليها بس في حالة البنك لو هي الحالة اللي معاك كويسة. وحاول ما تنضفهاش بمواد او بمية او باي حاجة كده، عشان خاطر العملة ما تبصش او تضيع قيمتها. تمام. الحاجات القديمة ليها سعر يا جماعة. انت مثلا مش عارف تبيعها، انا قلت لك خش على موقع اوليكس او امازون مصر او نون واعرضها للبيع. لو انت معرفتش تتعامل على الايباي، مع ان الايباي ده سهل جدا، انت بتروح تفتح حساب في البنك عادي، في بنك مصر او في بنك الاهلي، وبعد كده بتعمل حساب البنك الالكتروني، مش متذكر اسمه الصراحة دلوقتي. فهو بتخش على الايباي يعني. تمام. اللي هو حساب البيبال، البنك، حساب البيبال بتفتح عادي بحسابك المصرفي اللي في مصر دوت، او انت في اي دولة عربية بتفتح حساب في البيبال ده. وبتعرض. على فكرة في ناس بتبيع من مصر على الايباي، وبلاقي موقع اللوكيشن الموقع اللي هيشحن منه العملة في مصر. تمام. هي الفكرة ان احنا هنا ما عندناش ثقافة ان احنا نستخدم المواقع الالكترونية عشان نبيع. فانا والله يعني انا هسيب المعلومات دي على القناة، بحيث ان برضو لو في ناس جات وعرفت تتعامل وهتبيع على الايباي، تبقى عندها فكرة بالكميات السك، كمية السك النادرة،
تاريخ العملة، إصدارها قد إيه، كل الحاجات ديت، وزنها، السمكة بتاعتها، القطر بتاعها، عشان برضو محدش يضحك عليه لو حب يتاجر في العملات ديت هيلاقيها موجودة على القناة. فأنا برضو بعمل للمستقبل وبعمل دلوقتي، عشان لو في حد برضو دلوقتي حابب يبيع ويعرف يتعامل ازاي. انت بتفتح بنك، في حساب بنكي في مصر، ثم بتربطه بحساب اسمه حساب الباي بال. واكيد الشباب اللي بيتفرجوا عليا فاهميني. في حاجة اسمها حساب الباي بال بيتفتح عشان تعرف تاخد فلوسك من الايباي وبس، وبيتم بيع العملة وبيتم المزايدة عليها، وانت اللي بتختار السعر النهائي. انت فاهم قصدي؟ يعني اخر مزايدة جاتلك خلاص انت بتوافق عليها وخلاص، والعملة بتشحن لصاحبها ايا كان في انهي دولة بقى. تمام. وبس. والاهم حاجة يا جماعة، والله انا بتعب في الفيديو جدا، فاللي عجبه الفيديو يدوس لايك، واللي ما اشتركش في القناة، عشان معظم الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركين في القناة، فياريت تشترك وتفعل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.